بصوا الحلقه دي نون سكريبتد، مش مكتوبه ومش معمول حسابها، والحلقه دي فعلا من القلب طالعه لكم على طول. الناس اللي بتتفرج عليا ومتابعاني من زمان، انتوا فنانين، ممكن تكون الفرصه لسه ما جاتلكش، ممكن تكون بتحاول ان انت تثبت نفسك، ممكن تكون بتحاول ان انت عايز توصل حاجات كتيره، ولكن شئنا ما بينا انت فنان. خلي دايما الفن بالنسبه لك رساله، خلي دايما انت عندك كلمه او مسج انت عايز توصلها في كل عمل انت بتعمله. انت مش مجرد ان انت شغال الشغلانه علشان انت تشتغل، حاول ان انت تطلع حاجه كويسه من الحاجه اللي انت بتعملها. واعظم رساله ممكن تتقدم في الوقت ده هي دعم فلسطين. لما امطرت صواريخ علينا. يا جماعه الاعلان ده قوي وسيخلد للتاريخ. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مش توتوريال. لو انت بتتفرج عليا لاول مره فانا اسمي مصطفى صلاح، بشتغل فيلم اديتور، ودي اليوتيوب تشانل بتاعتي. وزي ما قلت في البدايه مهم جدا ان انت كفنان تكون صاحب رساله. شئنا ام ابينا الاعلانات دلوقتي اصبحت متشافه والناس كلها بتحب تتفرج على الاعلانات، فمهم جدا ان المخرج او الكرييتيف دايركتور اللي بيحط اللاين بتاع الاعلان ان هو دايما يكون عنده حاجه عايز يوصلها، مش مجرد الاعلان ان هو فور بزنس اور كوربريت ريزون ان احنا بنروح نشتري حاجه وبنبيع حاجه ونخلص. احنا ممكن نحكي حدوته، وده بصراحه مش ظهر لنا بس السنه دي، يعني هو بيظهر سنين مختلفه. زي مثلا السنه اللي فاتت كان في رساله قويه جدا محمد زياد فرقعها في مجدي يعقوب، اعلان يا مسافر وحدك. اتس شورت فيلم، حاجه مش طبيعيه. وطبعا السنه دي ويكا ليها لقطه في دعم القضيه الفلسطينيه جباره في الاعلان بتاعها. هعمل لكم ريفيو عن اعلان وي قريب، ان في سيتويشن كده اتخلق لطيف جدا في الاعلان علشان بس دعم القضيه. طبعا صوره البطيخ اللي موجوده على السويت شيرت فعلا حلو، فبالتالي الرسائل لما بتبقى موجوده في العمل اللي انت بتعمله بتحليه. صورة تخبر الدنيا بأن قوانين المجلس. قبل كده ما نبتدي مع بعض، انا بحب اشكر علا جدا، لان علا هي اللي بعتت لي الاعلان ده وقالت لي ان انت لازم تعمل عنه ريفيو. بصراحه انا لما شفت الاعلان فعلا انا لازم اتكلم عن الاعلان ده. صورة لنأخذ صورة. شركه زين عملت لنا اعلان اسمه المرافعه، وبدات الاعلان بفاكت حقيقه كده في وشك: لان الكبار سكتوا سيترافع الاطفال وستنصفنا الشعوب، اذا ميزان الساسه مال. تعالوا نتفرج مع بعض على الاعلان ده. بيبتدي الاعلان حنظله. عجبني قوي فكره ان ازاي واحنا داخلين في ساوند بايتس انتوا سامعينها تحت. الساوند بايتس دي كلها طبعا من حاجات كلنا عشناها على السوشيال ميديا وشوفناها بمواقف حقيقيه لابهات وامهات متحسرين على اولادهم. فعجبني جدا ان المخرج ازاي قدر يجيب اشكال قريبه جدا من الكلام اللي كان بيتقال، زي روح الروح جايب كاستنج بنوته صغيره جميله بتمشي بنفس مشية حنظلة، الطفل المصاب شعر كيرلي ابيضاني وحلو. بعدين الاطفال بيدخلوا لمجلس الامن او مجلس العالم، يعني خلاص. يعني بصراحة مشهد جبار. بصوا يعني الواسع بتاعه عامل ازاي. الواسع بيتقدمه حنظلة معمول بانيميشن صايع قوي. بعدين الاطفال كلهم بيتلموا، المجلس المفروض ان هو بينتبه لهم يعني، وبعد كده كلهم بيدخلوا لحظات صمت. بحب قوي في المونتاج اللحظات اللي انت بتسكت فيها مزيكا، تعمل بيها بس الامبيونس بتاع اصوات المكان نفسه، تسمع خطوات الرجل والدوشه والنويز والحاجات اللي انت سامعها. بعدين نبتدي. بصوا يا جماعه الارت دايركشن، عايزين نتكلم في اخراج الاعلان ده. ركزوا كويس في الاخراج، ان ازاي هو هيحاول يوصف كل كلمه او كل موقف بيحصل قدام مجلس الامن، هيخلي الاطفال يمثلوه. فهو بيخلق روح اللوكيشن من روح
الوضع في غزة دلوقتي. نفس الحالة تقريبا خلقها من التفاصيل، الكراتين اللي نايمين عليها، اللي نايم من غير مرتبة وكرة جنبه، بيحاول على قد ما يقدر انه يوثق الصورة الحقيقية. يا مجلس أمني هذا العالم كله أستخدم حق الفيتو لأضيف كلمة إلا لأنكم لما أمطر الصواريخ علينا ركبتمونا خارج الفضاء صعب. يا أمن العالم كله إلا من لم تغرقني لأجله صورة لنأخذ صورة جماعية مقهورة تخبر الدنيا. بصوا يا جماعة، بصوا المونتاج قوي ازاي، بصوا خد صورة لو لاحظتوا هو بيحاول ان هو على كل كلمة يحط رياكشن، صورة. بصوا المونتاج بيسرع ازاي في الحتة دي. لنأخذ صورة جماعية مقهورة تخبر الدنيا بأن قوانين يعني بتاع 14 كات كده ورا بعض، بس بيوريك المكان عامل ازاي. اوبريت مش منطقي. بصراحة تصوير جبار. طبعا مشهد الايس كريم يعني العالم كله في الطراوة، انتوا في حتة واحنا في حتة تانية اصلا، مش مركزين معاكم. من بطن الخيام ولادة كلما يمسك ولد تنفجر عجبني جدا الفاكتس اللي موجودة في الإعلان اتوظفت ازاي، الطحين والدعم اللي موجود عليه، الدم أصلا اللي بيسيل. يا جماعة موفي، يعني فيلم. بصوا مشهد الجزم، مشهد الجزم ده ليه معاني كتيرة قوي، مشهد الجزم ده ليه معاني كتيرة قوي وخطيرة بصراحة. وسأعود كلهم ماتوا كلهم مشوا. ربنا ينصر أراضينا وربنا ينصر أهل غزة. يعني محدش عارف يقول أي حاجة غير إن إحنا والله آسفين عن خيبتنا، مش عارفين نعمل حاجة. ما لا نملك شيء سوى الدعاء وتسليط الضوء على القضية ليوم الدين. يعني خلي دايما كل عمل انت بتعمله في حياتك ليه رسالة وليه مأخوذ. انا مثلا والله على سبيل المثال انا سعيد بمش توتوريال جدا، وببقى سعيد لما بقابل اي حد في الشارع ويقول لي انت بسببك ربنا كرم وبقيت كذا، او انت بسببك وصلت لكذا، او انت بسبب ان انا سمعت كلامك بقيت كذا. بحس ان اللي انا بعمله في مش توتوريال هنا هو نوع من انواع الرسالة، ودي الحاجة اللي انا اقدر افيد بيها من نطاق شغلانتي يعني. وبدعي ربنا دايما ان ربنا يكرمني ان يكون ليا في عملي او في اعمالي حاجات تاريخيه تشرف، او حاجات الواحد يبقى فخور بالرساله اللي بيقدمها من وراها. يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر ليك يا رب. الحمد لله يعني البورتفوليو مليان حاجات كتيره الواحد بيتشرف بيها وبتبقى فيها رسائل جميله، ولكن يعني انا بدعي ربنا ان ربنا يقدرني واعمل ده اكتر واكتر من كده كمان بكتير. بصراحه اعلان حلو. انا للاسف مش عارف مين الابطال اللي عملوه، بس اوعدكم ان انا هكتب في الديسكربشن اول ما اعرف مين الابطال اللي عملوه. تحيه مني لصاحب الفكره وللمخرج الجميل وللكرو الاجمل وللكاستنج الهايل والاطفال اللي زي العسل. وشكرا لشركه زين ان هي بتقدم حاجه محترمه جميله مأثره فيا انا نفسيا. يعني والله يعني نفسيا انا موجوع من الاعلان بصراحه. يعني مش عارف اصلا اكمل الحلقه. اشوفكم في حلقه جديده.